دور على طريقة سهلة وبسيطة بتزيل الشعر في أي منطقة حتى لو مناطق حساسة، وفي نفس الوقت تخلي بشرتك جميلة وناعمة وريحته يكون لطيفة على البشرة. طبعا مفيش أحسن ولا أجمل من كريم فيت لإزالة الشعر للبشرة الحساسة بدون ألم. هو يعني بيخلي جسمك ناعم مدة أكتر من 7 أيام، مناسب للبشرة الحساسة، مناسب للجسم وكمان الساقين. حاجة كده من الحاجات التحفة والفعلا هتريحك جدا، خصوصا لو كانت بشرتك بتحسس من أقل شيء أو بيحصل فيها احمرار. أهلا بكم المتابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة. أتمنى تكونوا بخير وتكون أموركم جيدة وصحة كويسة وانتوا بتشاهدوا حلقة اليوم. أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة عشان دايما يوصلكم مني جديد الفيديوهات. عايزة اقول ان المنتج مثالي جدا للبشرة الحساسة، لانه مدعم بالصبار وفيتامين اي اللي بيخلي البشرة دايما ناعمة وملساء. كمان بيدوم لمدة اطول مرتين من الحلاقة او من الشيفنج. عشان كده كمان بيخلي البشرة مترطبة لمدة ممكن توصل معاكي 24 ساعة. الحاجات اللي لاحظتها فيه ان هو بيخلي دايما البشرة متعطرة وريحته لطيفة جدا جدا، على عكس المنتجات التانية اللي بتبقى ريحتها قوية او ريحتها آه، مش لطيفة. المنتج مناسب للأماكن الحساسة زي الساقين، الذراعين، الإبطين، وكمان خط البكيني. بنبدأ في توزيع الكريم على جلد يكون نضيف، ما يكونش فيه زيوت أو كريمات أو مية، يكون بشرة جافة. نبدأ نحطه على الأماكن اللي احنا عايزينه نزيل الشعر فيها. نتركه لمدة 5 دقايق وبعدها بنبدأ نشطفه بالمية، ونحاول ان احنا الفترة كلها ما تزيدش عن 6 دقايق عشان ما يسببش أي تهيج أو احمرار أو ممكن يسبب مشاكل كتير احنا في غنى عنها. الكريم مناسب للساقين والذراعين وتحت الإبطين ومنطقة البكيني، وغير مناسب للاستخدام على أي جزء آخر من الجسم بما فيها الراس، الوجه، الأنف، الحواجب أو الرموش أو الشرج والأعضاء التناسلية. يرجى تذكر عدم استخدامه على الدوالي، الندوب، الشمات، البقع، الجروح أو حروق الشمس. آه، هل يمكن استخدامه كل يوم؟ نترك دائما حوالي 72 ساعة بين جلسات إزالة الشعر. وأهم حاجة أهم حاجة عشان ما يسببلكيش أي بقع داكنة أو ما يسببلكيش أي تحمر احمرار أو تهيج، إن احنا نعمل اختبار الكريم قبل استخدامه الأول على جزء صغير من الجسم عشان نتأكد من رد فعل البشرة.